من الميليشيات والإرهابيين. الحرب النهاردة ما بقتش حرب جيوش نظامية، لكنها بقت حروب هجينة الأولوية فيها للمرتزقة والإرهابيين، وكل واحد منهم بيكون أداة في إيد دولة من الدول الكبرى أباطرة النظام العالمي الجديد. مصر هتكون في مرمى الهدف في الوقت الجاي، والفوضى اللي بيحاولوا يزرعوها في الشرق الأوسط مش هتكون في مصلحة أي حد غير مصلحتهم هم، وأي تغيير للأوضاع مش هيكون إلا لصالح الدول الكبرى اللي بتحاول تبني نموذج جديد للهيمنة والسيطرة في منطقة الشرق الأوسط. في فترة من الفترات كانت مصر مستهدفة بشكل رهيب، وكان في خطوط حمراء كتير قدامنا، خصوصا وقت معاهدة لندن 1840. لكن مع وصول الرئيس السيسي للحكم تم كسر كل الخطوط الحمراء وتجاوزها، وبعد ما كان محظور علينا السباق التسليحي أصبح الجيش المصري بيعد من أقوى جيوش المنطقة. في النهاية يا صديقي، وأصل الحدوتة تأرهبت سوريا. المفاجأة اللي قلت لك عليها يا صديقي إن سوريا